تحفة تحفة تحفة، بجد لازم تجربوا الوصفة دي. صباح الفل، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل النهارده الفطار مع بعض كده، وعايزه اجرب وصفه كده معاكم، شفتها كذا مره وعجباني جدا بقالي فتره كبيره من زمان قوي، وعايزه اجربها. بس قبل ما ابدا كده انا هاخد بقى ايه، نبتدي بقى كده الشغل على نضيف. فهاخد كده 2 من الفات بوم علشان كده يعلي معايا الحرق وما يرفعليش سكر الدم، ما يخلينيش اروح للحلويات كتير كده في يومي. تمام، فهاخد كبسولتين بكوبايتين من الميه، وبعد كده يلا نعمل الفطار مع بعض. بسم الله. الفطار بقى بتاعنا ايه النهارده؟ هجيب 2 من التوست. تمام، هنعمله كده بطريقه حلوه شويه. اهو 2 كده من التوست، هنحط عليهم من اللبنه، اي نوع لبنه انتوا بتستخدموها. انا بستخدم دي اللبنه بتاعت جهينه، بيبقى طعمها حلو قوي. نحط على كل توستيه كده معلقه كده، نفردها من اللبنه بتاعتنا. وهيبقى معانا كمان جبنه موتزاريلا وحبه البركه. هي حاجه كده حلوه على حادق، انا بحب قوي الميكسات دي. اهو التوست التاني هنحط برضو معلقه من اللبنه. انا بحب اللبنه دي قوي. بسم الله. تحفه. جبنه موتزاريلا، والجبنه الموتزاريلا دي طبيعي انا بستخدم الاطباء. ان شاء الله لما اجيبها اصور لكم شكلها علشان الناس اللي كانت بتسالني. بس انا بحطها في اكياس على قد الاكله بتاعتي علشان ما تبص معايا وترجع تتفت تاني، تفك يعني وما بتتسيحش كده حلو. خلاص، فانا هحط هنا كده شويه على اللبنه من الجبنه الموتزاريلا، زي ما قلت لكم تكون نوع طبيعي، اي نوع بتستخدموه بس يكون طبيعي عشان يبقى صحي يعني على كل توستيه كده حوالي معلقه كده كبيره. بقى كمان رشه كده من حبه البركه. انا متفائله خير لان انا بحب قوي الميكسات زي ما قلت لكم، الحلو والحادق دي، فببقى بحب الحاجات دي قوي. اهو كده هندخلها بقى الميكروويف، الاير فراير، الفرن، المهم تسيح. انا هدخلها الاير فراير، انتوا زي ما انتوا حابين اي حاجه، المهم حاجه تكون تسيح الجبنه بس معانا وتحمص كده شويه التوست بتاعنا. وعلى فكره ممكن الوصفه دي تعمل بعيش التورتيلا، بس انا حبيت استخدمها في ده عشان ما عنديش عيش التورتيلا. هدخلها بقى القلايه كده تسيح. لما طلعت كده من القلايه، تعالوا بقى نحطها هنا. واو، بصوا متحمصه وخطيره. التوست كده اتحمص والجبنه ساحت عليها وخدت لون كده حلو قوي. بصوا، تعالوا بقى كده هنا عشان تشوفوها، نحط عليها بس ايه، رشه عسل صغيره مش كتير اهو على الاتنين، نفس الرشه اهو. بصوا هي كده تمام قوي. هحط معاها بقى اي خضار، انا حطيت الخيار، وممكن تحطوا اي نوع خضار انتوا بقى بتفضلوه بتحبوه. وبس كده الفطار كده كان جاهز معانا. تعالوا ندوقها مع بعض عشان اقول لكم رأيي فيها، حلوة ولا اي كلام. تعالوا بقى ندوقها كده مع بعض ونشوف حلوة ولا ايه الكلام. بسم الله. اول حاجة نقسمها كده ونشوف الجبنة اهي. استنوا نقسم تاني عادي اهي. بصوا الجبنة بقى بتمط اهي وحلوة جدا. تعالوا بقى نشوف. بسم الله. واو، بسم الله. تحفة تحفة تحفة، بجد لازم تجربوا الوصفة دي، حلوة قوي قوي وعجبتني، والميكس تحفة مع بعض. جربوها مش هتندموا.